بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، ده البير الروماني اللي كنت صورته زمان، معبد بيبي. بيتعمل عليه تنقيب اهو، بيعملوا حواليه حفاير. بسم الله ما شاء الله، منطقة أثرية، معبد بيبي الأثري. ده البير الروماني، أوريه لحضراتكم اهو. حضراتكم شفتوه وهو حواليه حلفة وحاجات طالعة. بسم الله ما شاء الله، المنطقة الأثرية جم نقبوه، طلع فيه مية اهو. السقايل معمولة اهيت، والشدادات مشدودة عشان الطوب ما يذهلش، عشان الطوب مش ينهار. دي المنطقة الأثرية بتاعت اللي حواليها اهيت، عملوا حفاير فيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. دي حيطان، مباني. حضراتكم شايفين مكان فرن اهو. احنا كنا زمان بنسميه الكانون في الفلاحين، انما الحوائط معموله اهيت حوالين البير. المنطقه دي كانت فيها سكن، كان في ناس سكان ساكنين هنا. ده البير من الاول اهوت، المنزل بتاعه في دخله اهي. الدخله دي راحه للحوض، الحوض بتاع البير. ادي البير اهو، وادي المدخل بتاع السلم اهو، في درج سلم اهو نازل. يجي عند الحوض بتاع البير اهو. لسه هم الحفاير والمنطقه الاثريه بيشتغلوا فيها اهو، بيشتغلوا في المنطقه دي. هيجي ويحفروا حوالين الحوض ده ويظبطوه ويشوفوا مكانه فين ومدخله ايه ورايح فين. دي المنطقه الاثريه، منطقه معبد بيبي الثالث، يبقى عم رمسيس الثاني ملك مصر زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، من معبد بيبي الثالث، منطقة آثار شرق الدلتا بالزقازيق. أخوكم محمد شلتوت يحييكم. بوري حضراتكم المنطقة الأثرية. رايحين دلوقتي للبير، البير الروماني. بسم الله، يا ميسر كل عسير يا رب، يسر أمرنا يا رب. بينقبوا حواليه اهوت، منطقة حفاير اهي بتتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كده رايح على البير، حضراتكم شايفينه على بعد اهو. حضراتكم شايفين الحفاير، ادي حيطه اهي، دي حيطه اهي، مباني. الطوب اللبن اهو، شايفينه طوب اللبن اهو. دي حيطه، وادي حيطه كمان اهي. حضراتكم شايفين الطوب، الطوب اللبن اهو. الطوب اللبن يعني الطوب القديم، الطوب الني بتاع زمان. وادي حيطه كمان اهي، وادي البير اهو، عاملين عليه حفاير. اللي متغطي بمشمع ده مقابر، مقابر.
فيها دفنات. اللي بتغطي بالمشمع ده مقابر متغطيه لسه ما اتكشفش عنها. وادي الهدار بتاع البير التاني اهو. ادي الحفاير اللي بيعملوها. من منطقة آثار شرق الدلتا بالزقازيق، منطقة آثار معبد بيبي الثالث. بيبي الثالث ده عم الملك رمسيس الثاني. أرجو من حبايبي ومتابعيني ومشاهدة الفيديو حتى النهاية. ده مدخل للمية اهو، الهدار بتاع المية. ده كان بيجيب من البير الأولاني اللي وريته لحضراتكم في الفيديو الأولاني. منطقة أثرية قديمة أكثر من 7000 سنة. مقابر اهي متغطية بالتراب، متغطية بالمشمع، ما اتفتحش عليها لسه. محمد شلتوت الترزي يحييكم من معبد بيبي الثالث بمنطقة آثار شرق الدلتا بالزقازيق. أقدم منطقة أثرية في مصر تل بسطة. حضراتكم شايفين الحفاير اهي، الطوب اللبن على الحيطان. دي حيطان قديمة. الكلاب الضالة عايشة في المنطقة الأثرية. حفاير البير الروماني اهو. الحفاير ديت حيطان بتاعت اوض للسكن. منطقة الآثار جايبة عمال بيشتغلوا فيها. نعدي ربنا يسترها بقى. أرجو من حبايبي مشاهدة الفيديو حتى النهاية، عشان أنا محتاج ساعات مشاهدة ويوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.